فسيخ الزبدة ده يتفتح عليه قدام الكاميرا كده، الله 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 الله، ايه الجمال ده! زبدة يا اخواتي، زبدة. بصي لونه الجميل، ولا اللحم طري. بصي من غير ما امسك سكينة ولا معلقة كده، حاجة قمر، حاجة دايبة، زبدة سايحة كده، حاجة اللهم بارك. يا دوبك عايزة حتة ليمونة وقرن فلفل اخضر ولقمة عيش، يا سلام، هو ده الكلام يا ولا. النهارده بقى ميعاد الفيديو المنتظر، ان احنا نفتح على الفسيخ. عايزه اقول لكم ريحته قمر، انا بفتح كده وعماله اشمشم بقى، اشمشم هنا بقى اللفه. جبناها، انا فتحت عليه ده اليوم ال11 بالظبط، اليوم ال11. تعالوا بقى نفتح كده ونشوف شكل الفسيخ بتاعي القمر ده. نفتح طبعا، عملنا اللي بالكركم وعملنا اللي بالملح لوحده، اللي بالكركم والشطه والزيت لوحده. دي كده من ام شطه وزيت. بصي طريه ازاي، ملبن ملبن، قمر قمر قمر. وزي ما قلت لكم بقى، وناس كتير ما شاء الله دعيت لي على المعلومات اللي انا قلتها لكم. اعمل ايه؟ ما انا فسخانيه قديمه، انتوا عارفين انا كنت ببيعه جمله وقطاعي، بس طبعا وقفت الكلام ده كله بقالي حوالي سنه. تمام اهو، ده كده اللي بالملح بس، وده كده اللي بالشطه والكركم. تعالي بقى نشوف اللي بالملح بس، وتعالي نشوف كمان اللي بالشطه والكركم. السمكه طريه ازاي وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، اللهم بارك. عايزه تقشريها، القشر بيطلع بكل سهوله. وزي ما قلت لك، الوقت ايه يا ليلى نملح فيه؟ من اول اسبوع وانت طالعه. تمام، لان كتر الوقت بيحدق السمكيه. بص السمكيه دي اللي بتملحها بملح فقط، فقط يا بنات. وزي ما قلت لك ما تكتريش ملح، عشان الملح بيقسي لحمه، بيخلي لحمه ناشف. بصي ده عشان ملحه مظبوط بايديا، زي ما حطيت قصادكم بالظبط، الملح طالع مظبوط، يبقى السمكه طريه في ايدك، ملبن والله. بصي اكتر ما يتقال عليه ان هو فعلا ملبن، زبده سايحه كده. تعالي بقى نفتح كمان اللي بالشطه والكركم والزيت. الله، هنا كنت بدي حته لدودو. تمام، اللي فتحتها معاكم في اول الفيديو، ما انا قلت لكم. بصوا بقى كده، حاجه قمر على الاخر، الطريقتين زي الفل. اهم حاجه تتبعي التعليمات اللي انا قلتها لك. تغسلي السمكيه وبوزها لتحت، ما تكتريش ملح، عشان كتر الملح بتقسي لحمه لحم السمكية. ايه هي ليلى اللي بيخلي السمك دلع، الفسيخ دلع او حادق؟ هي المدة. عايزاه ملحه مظبوط من اسبوع ل 15 يوم. بعد 15 يوم يبتدي يحدق، يعني اليوم ال20 يبقى حدقه زايد، 25 يوم ده يبقى حادق حادق مفيش كلام، يبقى عايز جنبه طحينة وبقى وايه، وما اقولكوش بقى، وخس وخيار وليلة كبيرة كده. طبعا ده السمك الصحيح، هحطه في قلب كيس زي ما هو كده، واحفظه في قلب الفريزر. بتحفظيه ازاي؟ بتحفظيه في قلب الفريزر. طب عايزه اخليه يا ليلى واوديه مثلا لخشي مخلي او حاجه، هوريه لك دلوقتي، بس ما اكل بيدي يدوق. بصي بيلوز كده، بيلوز من جماله. هتحطيه في برطمان وتغمريه بالزيت، وتحطيه في الفريزر او في التلاجة براحتك، وتوديه بقى لاختك، توديه لمامتك، وبألف هنا وشفا. وكل سنه وانتم طيبين، ويلا بقى عشان شم النسيم داخل، واخواتنا وحبايبنا يعملوا احلى فسيخ. يا دوبك تلحقوا لو هتنزلوا تجيبوه بكره ان شاء الله، هياخد معاكي ال10 ايام اللي فاضلين. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب كده كل معلومه اكون قلتها لكم يجعلها ربنا في ميزان حسناتي، ويا رب كده ما اتحرم منكم ومن كلامكم. كل الناس بقى اللي اتعلمته بطريقتي وتجروا فيه كمان، شكروني في الكومنتات. بحبكم قد الدنيا. السلام عليكم.